السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا حل تقييم الأسبوع الثامن بالنسبة لمادة ICT للصف الرابع. السؤال الأول بيقول طبعا true or false computers and applications need algorithms to work. الكمبيوتر والتطبيقات بيحتاجوا للألجوريزم عشان يعملوا. طبعا الإجابة صحيحة. بعد كده لسه في الفيرست تيست رقم 2 coding is used in animation movies and online games you have played. يعني احنا بنستخدم الكودينج او التشفير في كرتون الانيميشن او الافلام والالعاب الاونلاين. طبعا دي اجابة صحيحة برضو. هندخل على السكند تيست. اول سؤال بيقول word processing program verifies that the word you can type is correct. يعني برنامج الوورد عنده القدرة على انه يعالج ان الكلمات تبقى مكتوبة بشكل دقيق. احنا لما نيجي نكتب على الوورد ممكن ان هو بيقترح علينا الكلمات بشكل صحيح، فهتبقى الاجابة صحيحة. في السكند تيست تاني واحدة بتقول coding is the writing of multiple algorithm to make a complete program. يعني التشفير ده عبارة عن كتابة لخوارزميات كتير. طبعا برضو الإجابة صحيحة. اخر تقييم third test اللي هو بيقول اول واحدة word processing program verify that the word you are type is correct. السؤال كده اتكرر واحنا لسه حلينه. طبعا برنامج الوورد يقدر يعمل تصحيح، فالإجابة صحيحة. آخر حاجة بيقول code.org can help you learn to code using different coding language. اني الموقع ده يقدر يخلينا نعمل كودينج بلغات البرمجة المختلفة، والإجابة صحيحة. برضو سبت الحل في البيج دي يا ولاد، وهندخل على الكلاس ايفالويشن والهومورك هنحلهم مع بعض، فانتظرونا وادعمونا باللايك. بيقول في الكلاس ايفالويشن type sentence about code.org، يعني اكتب جملة عن الموقع ده. فممكن نقول له I can use أو I use this site to make coding and and programming. هنكتبها دلوقتي مع بعض. I can use coding and programming via it. كده إجابة سهلة وبسيطة. بعد كده بيقولي في الهومورك you can type multiple algorithm to create a complete program by. طبعا by programming الإجابة هتكون نمبر ان انا اقدر اعمل خطوات الالجوريزم في عملية البرمجة. بعد كده the space program can recognize the word type correctly or not. طبعا احنا قلنا ان هو برنامج الوورد هو اللي يقدر يحدد لي الكلمة انا كاتبها بشكل دقيق ولا لا. وبكده نكون خلصنا التقييم بتاع الاي سي تي للاسبوع الثامن. حبيت بس في النهاية نقول تاني ونراجع. الالجوريزم عبارة عن series of steps، يعني سلسلة من الخطوات.